قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه. ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه. فالله غايتنا ونحب ما يرضى. لله من يرجو مولاه في مسعاه. فالله غايتنا ونحب ما يرضى. لله من يرجو مولاه في مسعاه. يا إخوتي سيروا في نوره وهداه. سرنا بعون الله. قصة سقوط الخربة بدأت من اللواء 38 لما اشترك فيها بشار الزاغي وياسر العبود مع جبهة النصرة. انشغل ببال الدول الداعمة أنه جبهة النصرة بصير لها حاضنة وبصير لبشار وياسر سمعة. صار يضيقوا الخناق وما عاد يعطوا ذخيرة ولا سلاح. أثناء ذلك طلبت من السلطات الأردنية والدول الداعمة أنه لازم ينفتح الاستراد مشان يمشي. فاتصلت الأخ أبو عمار قال لي ما راح ينفتح الاستراد أبدا لو على جثثنا ونحن ما بناخذ أوامر من حدا. بعديها كان صار 62 يوم بدأ العمل نبلش بالخربة. فاجى طلب مني كمان ذخيرة وقلت له أنا ذخيرة ما بعطيك، أطلع وأنا بكمل. فتت أول يوم صورنا وطلعنا، خبرونا قالوا لنا اطلع الدول الداعمة من الخربة واتجه باتجاه 52. نحن أعطيناك الذخيرة ل 52 رؤساء ودولنا بتستنى انه تروح على 52. طلعنا من فشل لفشل وكلياته نتيجة الدول الداعمة هي اللي عم تحكم فينا وتنفذ سياستها، وما بدها المشروع الإسلامي ينجح ولا يكون في قوة إسلامية على الأرض.